الذكاء البقائي أو استراتيجيات حماية الطفل من الاعتداءات الجنسية. خلينا نكون متفقين ان احنا لما بنعلم الطفل الاستراتيجيات دي احنا بنضغط على الطفل فوق طاقته. احنا بناخد الطفل من منطقة اللعب ومنطقة التمرد في طفولته لمنطقة ازاي تحمي نفسك وجسمك اللي انت ملكش ذنب فيه من الذئاب البشرية. بس ما علينا، لان ده الوضع اللي احنا اتحطينا فيه. تعالوا مع بعض نتعرف على 4 استراتيجيات للذكاء البقائي لازم يستخدمها الطفل. رقم 1: الاشمئزاز، ان هو يخلي المعتدي يشمئز منه. ده هيحصل ازاي؟ ان هو يتبول او يتبرز على نفسه او يرجع. هو بيتعلم يتحكم في المثانة. المعتدي بيبقى حاطط سيناريو معين في دماغه ان هو هيستمتع لما بيشوف الطفل عمل كده، بيقرف وبيجري، وبالتالي الطفل بينجو. لازم نعلمه استراتيجية الاشمئزاز، نعلمه يتحكم في تبوله وتبرزه في الوقت ده. رقم 2: تصنع الموت او الموت التجمدي، انه بيعمل نفسه ميت، ودي بتحتاج تحكم في الجسم كامل ومش اي طفل يقدر يعملها. وهنا المعتدي مش بياخد اللي هو محتاجه وبيجري، لكن برضو ياخد باله الطفل. لازم نقوله ان ممكن المعتدي يرميه في مية او يكمل يقتله لانه هيتوقع ان هو ميت، فبالتالي يحاول يداري على جريمته. بس دي برضو استراتيجية ناجحة لانه المعتدي مخدش اللي هو عايزه وخاف، وبعض المعتدين بيخافوا ويمشوا. رقم 3: تشتيت الانتباه، انه يسأل سؤال مش منطقي زي بص يا عمو السما هتمطر تيران، او ايه ده، بص الفشار طالع من الحنفية. فلثواني بيتم تشتيت دماغ المعتدي لانه مش بيقدر يفكر في حاجتين في نفس الوقت وبيجري الطفل، وده بيحتاج سرعة بديهة من الطفل ان هو يشتت الانتباه ويجري بسرعة. الاستراتيجية الأخيرة اللي ينفع الطفل يستخدمها علشان يهرب من المعتدي عليه هي استراتيجية الامتثال، اني انا هعمل اللي انت عايزه يا عمو، بس تعالى في حتة تاني، او الحتة دي فيها مش عارف ايه او مش هينفع. وبمجرد ما يتحركوا من المكان بيبدأ ان هو يهرب منه. بس الاستراتيجية دي فيها مشكلة كبيرة قوي، انه هي بتعمل عند الطفل شوية مشاكل هنتكلم عنها. اولا الطفل بيبقى حاسس بالذنب ان هو امتثل لتعليمات المعتدي عليه. ثانيا الطفل بيحس بانتهاك الخصوصية، انه انتهكت حرمة جسمه. ثالثا في بعض الاطفال بتتعلم الامتثال، بتتعلم ان هي تكون خاضعة لبعض الناس اللي حواليها، وده طبعا مش كويس للاطفال. احنا بنحاول نحمي اطفالنا، واحنا بنحاول نحميهم وبنعلمهم، بنقول لهم ان ده مش ذنبهم، وبنقول لهم مش ذنبكم ان احنا عايشين في غابة. فلو سمحتوا ما تحملوش الاطفال فوق طاقتهم. ولو عايزين فيديو عن انواع المعتدين واستجابتهم لبعض انواع الحالة الدفاعية عرفوني، لايك وشير، ومن فضلكم عرفوني ان بعمل حاجة كويسة. شكرا لكم.